بصوا يا ولاد، احنا عايزين كل يوم في رمضان نقرا جزء من القرآن عشان ربنا يكرمنا. اهم حاجة قراية القرآن. ايه رأيكم يا ولاد؟ علق الزينة هنا ولا نعلقها هناك؟ بقول لكم ايه يا ولاد، اوعوا تسيبوني في رمضان انا اللي اعمل كل حاجة، اطبخ واغسل وامسح وانتوا ما تعملوش اي حاجة. لازم تساعدوني في رمضان ونوزع المسؤوليات عشان خاطر انا كمان اعرف اصلي واتعبد واقرا قرآن. مش معقول كل رمضان يعدي ما بلحقش اعمل فيه اي حاجة. نفسكم ولادكم يحبوا الصلاة والصوم من غير زعيق؟ طب نعمل إيه؟ موضوع سهل وبسيط. تعالوا أقول لكم قاعدة ال5 دقايق: النية والذكر وانتي واقفة في المطبخ. يعني 5 دقايق جمعي أولادك حواليكي وقولي لهم إن انتي بتعملي الأكل ده بنية إفطار صائم، تاخدي عليه ثواب عظيم. وخلّيهم يرددوا معاكِ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قبل المغرب ب5 دقايق. جمّعي أولادِك، ما تعمليش أي حاجة غير إنِّك تقعدي معاهم وتفهّميهم إن ربنا قال إن دعوة الصائم مستجابة في الوقت ده، عشان يتعلموا إن هم يدعوا ويرفعوا إيديهم لربنا ويقولوا يا رب. دقيقتين آية وقصة قبل النوم أو بعد صلاة التراويح، اقعدي معاهم. اقعدي معاهم فهّميهم آيات من القرآن، هم هيحبّوا يسمعوا. اوعي تفتكري إن هم لمّا بيتحرّكوا كتير ما بيبقوش سامعين، لأ هم بيبقوا سامعين وكُلّه بيتخزّن في دماغهم. ابنِك من سِن 3 سنين تقدري إنِّك تحفّظيه قرآن، اقعدي معاهم كل يوم، آية واحدة بس كل يوم بتفرق معاهم أوي. افتكري دايمًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ال5 دقايق دول كل يوم لو فعلًا استمريتِ عليهم طول رمضان، أولادِك بعد رمضان هيبقوا حاجة تانية خالص، هيبقوا حابين العادات اللي أنتِ عودتيهم عليها. أولادنا بيتعودوا على اللي بيشوفوه مننا، فكل ما هتقعدي مع أولادِك يسمعوا منِّك قرآن، يسمعوا حدوتة، قصص من قصص الأنبياء في القرآن، الحاجات دي كلها بتخلّي أولادنا يحبّوا ربنا. هُم بيستكشفوا العالم من خلالنا. لمّا يلاقوكِ مواظبة على الصلاة، الصوم، تفهّميهم يعني إيه صيام وتفهّميهم يعني إيه صلاة، كل ده بيتخزّن في دماغهم، بيبقوا عايزين يقلّدونا، يقلّدونا يا رب دايمًا في الصالح، مش في الحاجات الوحشة.